أول خطوة من خطوات أي دورة تربية فراخ بيضة بتبدأ من تطهير مكان تربية الفراخ بشكل كويس، لأن المكان اللي أنا مربية فيه الفراخ قبل كده لو في عندي في المكان ده بكتيريا زي الكوليستيريديا الكوكسيديا، أي عدوى موجودة في المكان، الفراخ كان عندها برد وبتعطس، الفراخ كان عندها ميكوبلازما، خنفرة وصوت ضفادع، الحاجات دي كلها بتكون أثرها موجود والعدوى بتكون موجودة في الأرض. لو احنا مطهرناش المكان اللي احنا بنربي فيه بشكل كويس، العدوى هتتنقل للدورة التانية. وده تقريبا بيكون السبب ان بعض الناس بتشتكي ان بتقولك ان انا كل دورة بتتصاب عندي بالكوليستيريديا او بالكوكسيديا، او كل دورة بتحصل عندي فيها برد او مايكوبلازما في كل دورة، لان العدوى بتكون موجودة اساسا في المكان لسه المكان ما اتطهرش بشكل كويس، فالعدوى موجودة في المكان، فشيء طبيعي ان هي بتتنقل للدورة. الطريقة اللي انا هتكلم عنها في الفيديو ده هي اللي هنطهر بيها المكان بشكل كويس، هنقضي بيها على اي عدوى كوليستيريديا او كوكسيديا او اي بكتيريا موجودة في مكان تربية الفراخ البيضة. طبعا الاول هنبدأ بالطريقة المعتادة اللي كلنا عارفينها، ان احنا هنكنس مكان تربية الفراخ بشكل كويس، هنخرج كل السبلة القديمة الموجودة في الارض، ونركز جدا على الفتايح الموجودة في الحيطان لان السبلة بتستخبى جواها. هنجيب خرطوم من المية وهنبتدي نركز بالمية داخل الفتايح الموجودة في الحيطان عشان نخرج السبلة الموجودة داخل الفتايح دي. بعد كده هنكنس المكان وهنغسله كويس بالمية والصابون، وبعدها هنرجع نشطف المكان كويس من أثر الصابون، ونرش المكان كله سقف وأرضية وحيطان بالكلور المركز. بعدها بقى هنقفل المكان وهنسيبه كده لمدة يوم كامل 24 ساعة، وبعد كده هنفتح المكان تاني وهنعمل المحلول اللي انتوا شفتوني بحضره ده في بداية الفيديو. المحلول عبارة عن هنجيب كيس من الملح، وهنجيب حوالي معلقتين كبار من البيكربونات الصوديوم، هندوبها مع الملح في جردل مية سخنة مغلية، نجيبها كده من السخان وندوب فيها الكربونات الصوديوم مع الملح، وبعد كده ونضيف الجير على المية دي ونقلبها كويس، ونفضل نضيف الجير لحد ما نعمل سائل زي ما انتوا شايفينه كده. الطريقة دي بقى المية السخنة مع كربونات الصوديوم مع الملح مع الجير هتقضي على اي عدوى موجودة عندنا في المكان، اللي هي بتكون سببها اللي بتعمل عندنا اسهال بني، الاسهال الاحمر، جميع انواع الاسهالات، البرد، العطسة الموجودة في المكان. وهنرش المكان كله زي ما انتوا شايفين كده، الارضية بقى والحيطان، ونركز جدا على الفتايح الموجودة في الحيطان، وهنسيب بقى المكان ده لمدة يومين او 3 لحد لما ينشف الارضية دي اللي فيها المحلول تنشف، وبعد كده نضيف عليها طبقة جير تانية ونفرش فوق منها النشارة، ونستعد بقى لاستقبال الكتاكيت. بالتوفيق ليا وليكم، ان شاء الله تكون دورة كويسة ونطلع منها بأوزان ممتازة، وان شاء الله نحقق مكسب وارباح منها كويسة جدا. تابعوا معايا بقى على القناة وعلى الصفحة قناة طيور نورة، صفحة طيور نورة على الفيسبوك. هنتابع مع بعض الدورة دي، تربية الفراخ البيضة في الشتاء من أول يوم لحد آخر الدورة. حبايب قلبي ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس، دعوة كده حلوة منكم في التعليقات. صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، واكتب أي سؤال، أنا برد على كل الأسئلة بخصوص تربية الفراخ البيضة والبلدي، بخصوص تربية البط. في نهاية الفيديو تحية طيبة مني لكل الناس اللي بتحبني وبتتابعني.